حيوانات وثروه حيوانيه واعلاف والى اخره. والصناعه ايضا صناعات كثيره جدا بتنشا على الزراعه، فاذا المنشا واهم شيء داخل الدوله هو الزراعه. اذا اهم ناس يعني يجب الاهتمام بهم هم المزارعين والفلاحين القائمين على هذه الزراعه. وده كان توجه السيد رئيس الجمهوريه في البدايه لما قال الناس مهتم بتطوير القرى. طب اشمعنى القرى؟ طب نطور المدن. ما طول عمرنا على طول بنطور المدن ونسيب القرى ونهملها. اولا القرى فيها 60% من اهل مصر. القرى هي اللي فيها الخير كله، فيها الارض الطيبه، فيها الزرع بيطلع منها، فيها مصانع، فيها ايدي عامله وايدي عامله خبيره وقادره على انها تحيي او ترفع من شأن الجمهوريه الجديده. طيب حياه كريمه بتعمل ايه؟ او احنا عملنا ايه في حياه كريمه؟ او احنا ليه هنا النهارده؟ لو حضراتكم متابعين اللي حصل في مركز مدينه تفتة في حياه كريمه شيء ما كانش حد يتخيله. وده ان شاء الله هيحدث في الاربع مراكز اللي داخلين المرحله الثانيه اللي هي المحله وبسيون وكفر الزيات وتوك. ملخص سريع كده عن حياه كريمه هي ادخال كافه المرافق التي تحتاجها القريه. احنا كنا زمان كان طلبنا الوحيد عايزين صرف صحي. لا احنا يدخل لنا صرف صحي، هيدخل لنا ميه، هيدخل لنا كهرباء، هيدخل لنا غاز، هيدخل لنا اتصالات انترنت، بحيث ان ما يبقاش عندنا بقى الباقات اللي بنروح نشتريها لا عندك